السلام عليكم. احيانا كده يا صديقي بيجيلنا احساس ان تصميمنا مفيش اجمد منه، بس في المقابل المستخدم بيشوفه فاشل جدا. وعشان نتفادى الصدمة دي بقى عندنا سلاح بنستخدمه اسمه A/B testing. هتقول لي يعني ايه A/B testing يا حجاج؟ هقول لك ببساطة يا صديقي، ال A/B testing هو انك تعمل two versions من نفس الحاجة، ولكن بتسيب التارجت اودينس بتاعك هم اللي يقرروا. والتارجت اودينس قصدي بيهم هم اليوزر بتوعك. وخلينا اديك مثال، لو عندك صفحة تسجيل دخول لحساب في تطبيق جديد، النسخة A الفورم فيها 4 خانات، انما النسخة B فيها خانتين والباقي اوبشنال. انت كديزاينر ممكن تحب ال A لانها كاملة وواضحة، انما المستخدم ممكن تحسها تقيلة عليه وما يستلطفهاش. وهنا بقى يا صديقي تبدأ اللعبة، فنقسم الترافيك نصين ونشوف اي فيرجن هيجيب ساين ابس اعلى. اللي يكسب يكمل واللي يخسر مع السلامة يتشال. الميزة هنا ان اليوزر بياخد تجربة اسهل واسرع، وده طبيعي لان انت كل قرار بتاخده مترجم من البيهيفير بتاعه، مش من ذوقك كديزاينر ولا من رأي الستيك هولدرز. واما نيجي نبص للبيزنس فهنلاقي الاي بي تيستنج بيضمن ان اي تغيير في اليو اي ليه فايدة ملموسة، زي زيادة الكونفرجن او تقليل الدروب اوف. واهم حاجة بتاخد قرارات ذكية بدون ما تضيع وقت او فلوس على تغيرات مش محسوبة. ولكن خد بالك ما تغيرش 1000 حاجة في التست، غير حاجة واحدة بس، وده عشان تقدر تعرف ايه فعلا اللي عمل الفرق. يعني ببساطة يا صديقي الاي بي تيستنج عبارة عن شورت كات بيقول لك سيب المستخدم يحكم وسيب الداتا تشتغل مكانك، وده اللي بيخلي تصميمك فعلا يخدم المستخدمين والبيزنس بعد توفيق ربنا.